هذاك الفعل البيداغوجي كتحولوا الى سلوك تعودي. يعني كنحاولوا اننا نركزوا بالاساس على السلوك، ملاحظه السلوك ورد الفعل الاشاراتي عن طريق التكرار والمعاوده. وكذلك من جهه اخرى فهي كتلغي الابتكار والابداع الى غير ذلك. هادشي راه تحدثنا على السلبيات ديال النظريه، يعني التدريس بالاهداف. من هنا برزت الحاجه الى تبني التدريس بالكفايات كمقاربه شموليه. اذا هذه كتعتبر مقاربه شموليه، يعني غنشوفوا من بعد بانها فهي تنهل من مجموعه من النظريات، يعني حاولت انها تجميعها كامله لكي يعني تحدث واحد الشموليه، وتحاول انها تستوعب اكثر يعني مجال التربيه. نعم. إذا كمقاربة شمولية نابعة من تصور سوسيو-بنائي يرون تصحيح سلبيات الأهداف الإجرائية وطبيعتها التفتيتية. علاقة بالحلوة ياك، تفتيت الحلوة. نعم. إذا هادي غير كمستملحة بالنسبة للأخ عمر اللي شاد فيا من قبيله، أنا زعما هي شوميشة ياك. ويصبو في ذات الوقت إلى تمكين التلميذ من الاندماج في الحياة العامة. إذا غنشوفوا من بعد بأن نرى الكفاية، راه الهدف ديالنا هو أننا نمكن هذاك الفرد من الاندماج في الحياة العامة والقدرة على التكيف مع مختلف الوضعيات التي تصادف. هذا هو الهدف ديالنا. ما كنركزوش على التعلم غير، يعني كنحاولوا اننا غير نكسبوه معارف، يعني يكون غير مجرد انه تجميع ديال دوك المعارف. حنا بغينا يوظفها في الحياه ديالو، وانه تكون عنده قدره على التكيف مع مختلف الوضعيات والمشكلات اللي كيواجهها في الحياه ديالو. من جهه اخرى فان مفهوم الكفايه يحيل الى اشكاليه قديمه اللي هي اشكاليه نقل المعارف. والحقيقة أن المقاربة بالكفايات جاءت بالفعل لتصحيح وظيفة المدرسة. إذا المقاربة بالكفايات كان عندها دور آخر اللي هو تصحيح وظيفة المدرسة، وجعلها تركز على إعداد وتأهيل الأطفال للانخراط الفعلي والفاعل في بناء المجتمع وحل مشاكله التنموية. إذا هنا يجي نتحدثوا عن واقع التجربة. كنشوفوا أن بزاف ديال الأطر مثلا خريجي جامعات اللي عندهم شواهد عليا كتلقى عندهم، يعني حسب النظام التعليمي القديم، كتلقى عندهم معارف نظريه كثيره، وملي كيمروا لسوق الشغل كيلقاو صعوبات، ضروري كيحتاجوا لواحد التدريب. اذا كان هذا بالاساس هو الاشكال اللي هو كان مطروح، ان بغينا المدرسه ما بقيش تعطينا تركز لنا غير على النظريات وعلى ما هو نظري، يعني يكسب المتعلم فقط معلومات. ويعني احنا بغينا نركزوا بالاساس كذلك على الجانب التجريبي والوظيفي. الا ان ثمه مفاهيم تتجاوز مفهوم الكفايه وتختلط معها احيانا. اذا هنا كنوجدوا ان بعض المفاهيم راه عندها هي مجاوره او تتداخل مع الكفايه، وحنا راه تحدثنا عليها من قبل. غنحاولوا غير فقط نحاولوا اننا نفسروها اكثر ونحددوها المفهوم ديالها بدقه اكثر. هاد المفاهيم اللي عندها يعني تداخل او لا تجاور مفهوم الكفايه اشنا هي؟ يلا جاوبوني نتوما. بارك ما نهضر انا بزاف هضرت ياك. يعني ما هي نعم صحيح سيزار، قدرة صحيح. ماذا أيضا؟ يلا فينكم المجتهدين الآخرين. راه الروم راه فيها بزاف ديال ما شاء الله اللي عندهم معارف وعندهم. نعاود السؤال. نعم قلنا بأن هناك مفاهيم اللي هي تجاور مفهوم الكفايه. ملي كنقولوا كفايه راه الاغلبيه يعني ممكن يقع عليه واحد الخلط مع مفاهيم اخرى. اشنا هما هاد المفاهيم اللي هي مجاوره للكفايه؟ صحيح. اذا قال لنا سيزار القدره، عبد الحميد نعم المهاره. صحيح، ضحكتي على المهاره عجباتك ياك. ثم حسن التصرف. نعم حسن التصرف منعم. انا ما عرفش هذا المصطلح، يعني ممكن الا بغيتو تناقشوني فيه اخواني. يعني انا كيبان لي هذا المصطلح يعني ما دقيقش، ما عندوش علاقه
يعني في المنظور العام إذا حسن التصرف، ولكن حنا بغينا مصطلحات اللي هي أكثر دقة، اللي تكون نحاولوا نحسموا فيها. يعني ممكن نتكلموا على كفاية، نحاولوا يعني نعرفوا كاع المصطلحات المجاورة ونحاولوا نحددوها بدقة أكثر. حسن جدا. مستر دياز يعني كيحاول دائما يعطيكم الجواب النهائي، يعني كيستعن وقيل بصديقة ولا لا حاشا، يعني معلوماتك دائما ما شاء الله عليها. القدرة والمهارة والإنجاز. نعم، إذا غنحاولوا نعطيو فقط تعريف، يعني ما نحاولش أني نطول لأن راه باقي راه يلا ندخل هذا. القدرة هي مفهوم أكثر التباس مع الكفاية. إذا في الغالب أن كيكون من الصعب أننا نميز بينها وبين الكفاية، ولكن هنا باش نميزوا بيناتها غنحاول نشرح لكم طريقه مبسطه. يعني القدره باش نفهموها اكثر هي كيكون عندها ارتباط بالنشاط الفكري. يعني كنقولوا قدره يعني اي حاجه كيكون فيها واحد اعمال ديال العقل، يعني كنحاول اننا نخدم واحد النشاط ذهني فكري اللي هو ثابت قابل للنقل في حقول معرفيه مختلفه. وباش نفهموها اكثر غنعطيكم امثله. ملي كنقولوا مثلا الطفل او المتعلم بالاحرى بغينا تكون عنده القدره على ماذا، راه كاين بعض من شفنا الكتب المدرسيه راه كيحاولوا يفصلوا ما بين، يعني كيحاولوا يحددوا الفرق بين هاد المصطلحات. كنشوفوا القدره مثلا انه قدره على تحليل جمله، على تحليل نص ادبي، قدره على تحليل وضعيه مساله. يعني كنشوفوا كلمه تحليل، وهاد كلمه تحليل راه هي نشاط في حد ذاته فكري. كذلك كنشوفوا التصنيف، التمييز، اي حاجه اللي كيدخل فيها نشاط فكري فكتعتبر قدره. مفهوم؟ الا كان شي لبس او شي غموض غنحاول نشرح بطريقه اخرى. نعم، نمر الان المهاره الى غير ذلك. اذا كاين بزاف مصطلحات مهم نركزوا عليه. اي كل يعني كل نشاط كل ممكن نعتبره كل عنده، يعني كيكون عنده ارتباط بالنشاط الذهني فهو كيتعتبر قدره. المهاره هنا الا جينا نشوفوا راه بسيطه جدا. ملي كنقولوا مهاره فهي في حد ذاتها قدره مكتسبه، ولكن على اداء فعل بتناسق واتقان وتحكم وذكاء وسهوله. ولكن هاد القدره هذه ما عندهاش ارتباط بالاساس بما هو نشاط فكري، ولكن اكثر من ذلك يعني كنشوفوا بانها كتكون بالاساس مثلا مهاره لغويه، مهاره يدويه، مهاره رياضيه، مهاره حس حركيه. يعني هنا كيكون واحد التمييز. فهم؟ الان غنمروا للاداء. الاداء يقصد بالاداء ما يتمكن الفرد من تحقيقه آنيا. يعني هذه مسألة مهمة، آنيا من سلوك محدد. يعني كنركزوا بالاساس على هذاك الوقت المحدد اللي حنا بغينا فيه نشوفوا باش، لان الاداء كيكون في الغالب يعني كيكون محط ديال الملاحظه وديال، يعني كنحاولوا نركزوا على هذاك الانجاز الاني من سلوك محدد. هذا هو الاداء، وما يستطيع الملاحظ الخارجي ان يسجله باكبر قدر من الوضوح والدقه. اذا مثلا كنشوفوا الاداء ديال الرياضي، الاداء الى غير ذلك، يعني اي واحد كيقوم بواحد الانجاز اللي هو انجاز اللي قابل للملاحظه الخارجيه، يعني وكيتشطر، يعني كيكون عندنا واحد الشرط ديال الوضوح والدقه، فهذاك ممكن نسميوه اداء. ومن ثم فان مفهوم الاداء يختلف كثيرا عن مفهوم القدره. إذا الاختلاف من حيث أن هذه الأخيرة يعني القدرة تشير إلى إمكانات عديدة توجد عند الفرد بالقوة. إذا الأداء ماشي كل شيء عنده يعني ملي كنشوفوا مثلا إلا خدينا غير مثال ديال الرياضة مثلا، الاداء راه كاين عنده القدره على ولكن القدره على القفز. ولكن واش الا خدينا متعلمين، واش الاداء ديال المتعلم الاول غيكون بالضروري هو نفس الاداء؟ ضروري كيكون واحد التفاوت. هنا كيكون اختلاف بين الاثنين من حيث ان هذه الاخيره تشير الى امكانات عديده توجد عند الفرد بالقوه. اذا القدره هنا تكون مهمه ويمكن ان تتجلى في انشطه متعدده وفي ظروف متنوعه، بينما يشير الاداء الى ما يحقق هنا والان. نعم، نعم، الكفايات هي جيل تالي من الأهداف، وقلنا بأنها جاءت لتصحيح الثغرات اللي كتواجد لنا في الأهداف. نعم صحيح. الآن غادي نمروا لصلب الموضوع.
اللي هي المرجعيات النظرية للمقاربة بالكفايات. إذا المرجعيات النظرية في نظركم يعني غنحاولوا إلا كان ممكن، أنا ما بغيش نركز بالأساس على الإلقاء، بغيت تحاولوا أنكم تحددوا هذه المرجعيات، يعني حسب المعارف ديالكم شنو هي المرجعيات النظرية اللي عندها ارتباط بالمقاربة بالكفايات. نعم، علم النفس الفارقي. اللي كنتبع معايا راه ذكرتهم في التصميم. تطبيق الكفايات في الغرفة. نعم، علاش لا. الذكاءات المتعددة. نعم، حسن جدا مستر دياز. النظرية البنائية. نعم. بيداغوجيا المشروع. توناتي انتبه معنا اليوم. واقيلا خصنا نوجدوا لك شي كاس ديال اتاي، واقيلا امان خصها توجد لك اتاي. بيداغوجيا المشروع هذوك ماشي ما داخلينش في المرجعيات النظريه. بيداغوجيا المشروع داخله في المرجعيات البيداغوجيه. ماشي مشكل تتوقع. كيف ما انا دخلت لغرفه اخرى راه عادي، الواحد ضروري ما كيتلف. نعم. اذا تكلمت على النظريه، اذا تكلمت على النظريه البنائيه صحيح، السوسيو بنائيه صحيح، علم النفس الفارقي، الذكاءات المتعدده صحيح. نعم، اذا كاين ممكن نذكروا بعض البنائيه المعرفيه صحيح. نعم. نعم، اذا احنا غنحاولوا يعني نتكلموا شويه باختصار، يعني ما غنركزش بزاف على علم النفس الفارقي، لانه فقط يعني كيحتاج غير نعرفوا الفكره الاساس اللي كيقوم عليها هذا العلم ومدى ارتباطها بمقاربه بالكفايات. اللي غنركز عليه من بعد هو نظريه الذكاءات المتعدده باش نفهموها اكثر. مهم، اذا علم النفس الفارقي، اذا المقاربه بالكفايات كتعتمد على النتائج ديال هذا العلم. وهذا العلم شنو هي الفكره اللي كيقوم عليها؟ هي ان الافراد لا يتشابهون ابدا. هذه راه مسلمه، راه كلشي كيعرفها. ولو توفروا على نفس الخصائص الوراثيه كحاله التوامين، يعني ولو يكون عندنا توأمان راه ماشي بالضروري يكون عندهم نفس الخصائص البيولوجيه، راه كيكون اختلاف. فهناك يعني حتى في يعني ضروري كيكون واحد الاختلاف بيناتهم، فهناك دائما فوارق، لأن مجرد حدث عابر قد يغير مسار حياة الفرد. إذا هنا كنشوفوا بأن واخا يكون عندنا نفس السمات، يعني ولو في حالة التوأمين، شنو هو المحدد اللي كيجعل الأفراد لا يتشابهون أبدا؟ هو ماذا؟ هو ملي كيكون شي حدث كيحدث، يعني كل شي حدث كيوقع في الحياة ديال كل فرد فينا، هذا كيأثر على الشخصيه ديالو، على التكوين ديالو. فما بالنا بالتجارب لا محدوده؟ الانسان مادام هو عايش في الحياه راه كيعيش تجارب كثيره ولا محدوده. اذا هذيك التجارب كلها يعني راه كتاثر لينا على يعني نمو الشخصيه ديال كل فرد التي يمر بها الافراد، والتي لا شك ان يكون لها تاثير على شخصيتهم. من هذا المنطلق كنستنتج بان كل متعلم كتكون عنده واحد الخبره وتجارب خاصة من جهة، يعني كل واحد راه عنده واحد التراكمات معرفية، تجارب إلى غير ذلك. إذن هذه التراكمات بالتالي راه كتحددنا بالأساس حتى استراتيجية، ومن جهة أخرى كيكون عندنا حتى استراتيجية التعلم ديالو، راه كلها كتكون عند واحد الوتيرة باش كيتعلم. يعني جينا نشوف بتفصيل ادق باش نفهموها اكثر. كنشوفوا مثلا في الفصل او القسم راه كنشوفوا بان هناك مجموعه ديال المتعلمين ولو ان عندهم نفس العمر فكنصنفوهم، يعني ممكن نصنفوهم الى متفوقين. كنجو بان هناك فوارق، يعني متفوقين، ويعني كنجدوا يعني فئه اخرى كتكون في طور الاكتساب ثم ديال المعارف، ثم كنشوفوا واحد الفئه اخرى ممكن نعتبرهم متعثرين، يعني كيكون عندهم تاخر او صعوبات في التعلم. وهذا كان سببا في ظهور اتجاه بيداغوجي اللي غنشوفوا من بعد يقوم على تفريز التعلمات. ما هو هذا الاتجاه؟ يلا نشوف واش متبعين معايا ولا واقيلا جبت لكم النعاس.
اذا علم النفس الفارقي راه عنده ارتباط بواحد الاتجاه بيداغوجي اللي كيقوم على تفريز التعلمات. ما هو هذا الاتجاه البيداغوجي؟ اذا ما هو هذا الاتجاه؟ شكرا امان. اذا غنشوفوا ما هو الاتجاه البيداغوجي الذي يقوم على تفريد التعلمات. حسن، نعم، بيداغوجيا الفارقيه. نعم، هنا غنشوفها ان شاء الله غدا باذن الله. هنا غنشوفوا غنتكلموا عليها بتفصيل. اذا هنا علم النفس الفارقي راه منه تم يعني ظهروا مجموعه من يعني اختاروا مجموعه ديال بيداغوجيات او مقاربات، راه كلهم حاولوا انهم يستافدوا من هذا علم النفس الفارقي، لان بالاساس راه كنشوفوا بان التعلم ضروري كيخصنا ناخذ بعين الاعتبار مراحل النمو عند الطفل. ما يمكنش نعطيه واحد المعلومه اللي هي كبر من السن ديالو ما غاديش يستوعبها بالاساس. ضروري كنراعيو الخصوصيات العمريه ديالو حتى القابليه ديالو انه ديال كل مرحله باش كتميز، وهذا الشيء راه كنا شفناه في نظريه بنائيه عند بياجي. مزيان، اذا هذا كل ما يخص علم النفس الفارقي. دابا غنمروا لنظريه الذكاءات المتعدده، وهذه النظريه هي شويه مطوله. يعني الا كان اشنو كتقترحوا؟ يعني نحاول انني نطرق ليها او نفتحوا باب النقاش؟ شنو كيبان لكم؟ انا قلت زعما نحاول نتكلم على نظريه هاد الذكاءات المتعدده، من بعد نفتحوا باب النقاش او نكمل. نعم، اذا هنا غنتكلموا على الذكاءات المتعدده. هذه النظريه برزت مع ظهور كتاب عالم النفس الامريكي هاورد غاردنر. اذا هو عالم نفس امريكي، ظهرت سنه 1983. اذا هذا الكتاب كيتكلم على نظريه الذكاءات المتعدده، وهذا الكتاب بالاساس كان ينتقد فيه تصور بياجي للذكاء. حنا غنشوفوا اشنا هو تصور ديال بياجي عن الذكاء. وجه غاردنر هاورد لبياجي مجموعه من الانتقادات، سواء يعني في حياته وحتى بعد مماته، يعني ما خلاش في الطريقه حتى بعد مماته، كما طرحها ايضا بعد وفاته. فبياجي بحسب غاردنر، اذا شنو هما الانتقادات اللي وجهها؟ لم يركز في دراسته للنمو سوى على جانب واحد. اذا هذه هي الانتقاد اللي وجه، هذا هو الانتقاد اللي وجهه بالاساس البياجي، هو ان يعني الذكاء حسب بياجي كيركز بالاساس على النمو العقلي، معتبرا ان كل الاطفال علميين. وهذه راه كنشوفوها حتى عندنا حنايا، ملي كنقولوا شي واحد راه علمي راه كنقولوا تبارك الله عليه، راه مجتهد، راه هذا. والادبي مسكين راه داك راه الاداب والعذاب والى غير ذلك. اذا راه هذا بالاساس كنشوفوا يعني حتى يعني الفكره ديالنا على الذكاء كنربطوها دائما بالنمو العقلي، وكنركزوا بالاساس على الجانب العلمي بالضروره. اذا هذا الانتقاد الاول. اضف الى ذلك ان بياجي اهمل دراسه كفاءات ذهنيه اخرى كتلك المتعلقه بالفن. راه كاين اللي عنده ذكاء في الفن، محاماه، الرياضه، الزعامه السياسيه. اذا هادو هما مجموعه الانتقادات اللي وجهها لبياجي. ويقول غاردنر توجد أدلة مقنعة. إذا هنا راه حاول أنه يثبت، راه قام بمجموعة من التجارب على مجموعة من الأطفال وفي مراحل عمرية مختلفة، حاول أنه يبرهن بأن فعلا هذه نظرية الذكاءات المتعددة راه هي موجودة. توجد أدلة مقنعة على أن الإنسان يملك عدة كفاءات ذهنية مستقلة نسبيا. إذا سوف أسميها فيما بعد، لأنه هو كيتكلم بكيفية مختصرة الذكاءات الإنسانية. إذا سماها الذكاءات الإنسانية، وفيما بعد تغيرت التسمية لتصير الذكاءات المتعددة. وسنة 1983 تحدث غاردنر عن سبع ذكاءات. إذا هنا هو حدد 7 ديال الذكاءات، من بعد راه غتضاف ذكاءات أخرى غنتعرفوا عليها. أولا غنتكلموا على هاد السبعة. أول صنف اللي هو الذكاء اللغوي اللفظي. ماذا يقصد بذلك؟ اللي هو القدرة على استخدام الكلمات وتسلسل الألفاظ. إذا كاين اللي كيكون عنده واحد الذكاء أنه كيفاش يتكلم، اختيار الألفاظ إلى غير ذلك. يتسم بالطلاقة والقدرة على تعلم تعابير جديدة بسهولة. نعم، الذكاءات مذكورة في القرآن صحيح ومباراه، وحنا غنحاولوا نتكلموا عليها. إذا كاين واحد النوع ديال الذكاء اللي حنا غنحاولوا
نشوفوا سميتو من بعد راه كاين واحد النوع ديال الذكاء اللي تذكرت اساسا واحد الايه كريمه في القران حنا غنشيروا ليها. نعم اذا على يعني سميت راه بعض المرات ما كنشوفش الردود ديالكم انا مركزه مع العرض. نعم قلنا غنتحدثوا على الذكاء اللغوي اللفظي اللي هو القدره على استخدام الكلمات وتسلسل الالفاظ، بحيث ان الشخص اللي كيكون عنده هذا الذكاء يتسم بالطلاقه والقدره على تعلم تعابير جديده بسهولة. إذا كتكون عنده مهارة التحدث والخطاب والشرح وإقناع الآخرين وإتقان لعب الأدوار. إذا هاد المهارات اللي كتكون هاد القدرة هاد يعني أو للمتعلم أو للفرد اللي كيكون عنده هاد السمة ديال هاد الذكاء اللغوي، كنشوفوا بأنه كيصلح باش يكون مدرس، محاضر، محامي، أديب إلى غير ذلك. إذا هادو أصحاب الذكاء اللغوي اللفظي. إذا هنا ما خصناش نهملوا. إذا الأهمية ديال هاد نظريه انها كتقول بان راه ماشي ما نحاولوش نهملوا واحد الشخص مقابل انه راه ما عندوش دوك المواصفات اللي حنا كنحسموا بها، لانه راه باش يكون ذكي راه خاص يكون عنده عوض حنا ما غنحكموا هذاك الشخص بانه هو عنده نقص، نحاولوا نبحثوا على بديل، نشوفوا شنو هما جوانب القوه عنده. راه يقدر يكون عنده ذكاء اخر ما كاينش عند الاخر، يعني كيكون واحد الذكاءات متعدده. وهذا الشيء راه غنشوفوه بالتفصيل، لان هذه النظريه كتدافع بالاساس على ضروره عدم اغفال اي مهاره واي قدره يمكن تكون عند الفرد. اذا هنا غنمروا للذكاء الاخر اللي هو الذكاء المنطقي الرياضي، اللي هو القدره على اعمال العقل، وهذا هو اللي معروف بالاساس. راه اذا هنا راه غنشوف بان الذكاء اللغوي والمنطقي الرياضي هما بالاساس اللي يعني كنا دائما كنركزوا عليهم، كنقولوا اما يعني كيكون عنده توجه علمي، كيكون عنده القدره على الحساب الى غير ذلك، او كيكون عنده القدره على طريقه التعبير اللفظي السلس الى غير ذلك. اذا الذكاء المنطقي الرياضي اللي هو القدره على اعمال العقل واستخدام المنطق وايجاد العلاقه بين المعلومات واجراء العمليات الحسابيه. له مهارة حل مشكلات، تنظيم وتصنيف معطيات، التحليل والتعليل والمقارنة والتعامل مع المفاهيم المجردة. إذا هادو هما المهارات والقدرات اللي كيكونوا عند صاحب الذكاء المنطقي الرياضي. وهذا الشخص يصلح ليكون مدرس رياضيات، مهندس، محاسب، يعني كل ما هو عنده علاقة بالجانب العقلي المنطقي. ثم عندنا الذكاء الجسمي الحركي. الا كنت كنصرح حاولوا تشيروا لي ليها باش نحاول نتكلم شويه. نعم، الذكاء الجسمي الحركي اللي هو كيتمثل في التحرك بمهاره والقدره على التوازن في وضعيات مختلفه. اذا ملي كنشوفوا يعني هذا الذكاء عند اصحاب اللي وكتكون عندهم كذلك مهاره تمثيل الانشطه البدنيه، الايماء. اذا هادو كيكون عند اصحاب يعني مثلا ممثلين، الجندي، بطل ديال العاب القوى، مدرس الرياضه. اذا اي نشاط اللي هو عنده علاقه بالبدن، يعني انشطه اللي هي رياضيه، ف يعني كيكون الاتقان ديال هاد المهارات. هنا كنتكلموا على ان داك الشخص عنده ذكاء جسمي حركي. الان غنمروا للذكاء الموسيقي. اذا طلع الذكاءات هنايا، يعني حتى اللي يبقى فيه الحال ما عندوش واحد الملكه راه غتكون عنده الاخرى، زعما غاردنر، يعني فرق عليكم الذكاءات. الذكاء الموسيقي اللي هو الاهتمام بالمجال الموسيقي بجميع انماطه، وتكون له مهاره العزف والغناء، تاليف موسيقى والتلحين. الذكاء الفضائي البصري اللي هو القدرة على استيعاب الأشياء المرئية كصور، أفلام، خرائط. يعني كتكون كذلك عنده مهارة قراءة وكتابة وفهم الخرائط. يعني ممكن نرجع للوضعية اللي شفنا من قبل. إذن أحمد راه ممكن نقولوا على انه عنده ذكاء فضائي بصري، لانه تمكن من استثمار ديك الخريطه، انه يحاول يقرا التصميم الى غير ذلك، يعني باش يحاول يقوم بالتموقع في هذاك المكان اللي كيتواجد فيه. اذا هذا كيتعتبر ذكاء فضائي بصري، اللي هو قدره على استيعاب الاشياء المرئيه كالصور والافلام، خرائط. وكتكون عنده كذلك مهاره قراءه وكتابه وفهم الخرائط والصور.
تصميم الجداول، النماذج، تحديد الاتجاهات. اذا هادو كيكون بالاساس عندهم اهتمام بالطوبوغرافيا والجغرافيين الجيولوجيين الى غير ذلك. ثم غنمروا الذكاء الشخصي الجماعي اللي هو التفاعلي، وهذا مهم جدا. اذا كيتمثل في القدره على فهم ومشاركه الاخرين. اذا صاحب هذا الذكاء كتكون عنده رؤيه للاشياء من وجهه نظر، القدره على رؤيه الاشياء من وجهه نظر الاخرين لفهم انماط تفكيرهم. اذا غنحاول نوضح هذه المساله. يعني اللي كيكون عنده ذكاء شخصي جماعي تفاعلي راه بحال كنقولوا مثلا كيحاول يقرا الافكار ديال الاخر قبل ما يتكلم عليها، يعني كيحاول يفهم اكثر هذاك الشخص اللي كيتواصل معاه ومن اجل فهم انماط تفكيرهم. هنا كيكون التواصل، يعني داكشي باش كنلقاو بان هناك بعض الاشخاص اللي كيكون عندهم تفاعل اكثر وكيكونوا اجتماعيين، كتكون عندهم هذه الملكه. كذلك استخدام اللغه اللفظيه لاقامه علاقات تواصل معهم، كتكون عندهم مهاره الاستماع للاخرين وتفهم مشاكلهم، التواصل والتشاور والعمل في مجموعات. اذا هذا الشخص صاحب هذا الذكاء يصلح ليكون رجل سياسه، مستشار، قائد ورجل اعمال. الذكاء الشخصي الذاتي، هنا كنتكلموا على الذات اللي هو القدرة على فهم كينونته ومواطن ضعفه. كنظن أن قليل كيفهم راسو زعما نعم وقيل غير أنا. القدرة على فهم كينونته ومواطن ضعفه وقوته، فهمه لميولاته وتنظيم علاقاته مع الآخرين، واتخاذ القرار حسب الحاجات. له مهارة فهم الذات وتحليلها، تقييم طريقة التفكير، التخطيط الجيد، التعلم الذاتي. إذا يصلح ليكون منظرا، فيلسوفا، باحثا، سوسيولوجيا. إذا هادو راه أصحاب القرار، هذوك عندهم قدرة على أنهم يتخذوا قرارات اللي هي حسب الحاجات، منظر، فيلسوف، باحث، سوسيولوجي. إذا هادو هما الذكاء. سأعيدها يعني فقط، يعني كنعاود غير فقط تسميات. كاين قلنا الذكاء الذكاء المنطقي الرياضي، الذكاء اللغوي اللفظي، الذكاء الجسمي الحركي، الذكاء الموسيقي، الذكاء الفضائي البصري، الذكاء الشخصي الجماعي، والذكاء الشخصي الذاتي. إذا من بعد تمت إضافة ذكاءين آخرين، والفضل كيرجع الدكتور أحمد أوزي. إذن هو في المغرب، إذن هو دكتور مغربي حاول يضيف ذكاءين آخرين اللي هما الذكاء الطبيعي والذكاء الوجودي. وراح حتى هذا الدكتور كان عنده الفضل في التعريف بهذه النظرية وإدخالها يعني استيرادها يعني باش حنا تعرفنا عليها وتقديمها أمام طلبته بكلية علوم التربية في الرباط. إذن كما وضع استراتيجية لتجريبها وتطبيقها من خلال نماذج وتجارب ميدانية. إذن هو اللي كان عنده الفضل أنه اللي قام بالتعريف بهذه النظرية، وكان كذلك قام بإضافات فيها حيث أضاف الذكاء الطبيعي والوجودي. إذن ملي كنتحدثوا على الذكاء الطبيعي اللي هو القدرة على التعرف على المحيط الطبيعي اللي هو مثلا حيوانات، نبات، ظواهر طبيعية، الاهتمام بأنماط الحياة البرية والبحرية، فهم العالم الطبيعي، تربية الحيوانات. إذا كيكون عنده الاحتكاك، يعني كتكون عنده ديك القدرة على أنه يتعرف على الوسط، على المحيط الطبيعي أكثر. ثم عندنا الذكاء الوجودي، هذا اللي شرط ليه براء. هنا راه كان الذكاء الوجودي اذا كيحددوا كالاتي، واللي هو القدره على التامل في المشكلات الاساسيه، مثلا الحياه، الموت، الابديه، اذ ثبت ذلك في كتاب الله تعالى. اذا في الايه الكريمه: والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سورة العمران. إذن هنا يعني كنشوفوا بأن الآية الكريمة فهي تشير إلى ضرورة التفكر والتأمل في ملكوت السماوات والأرض، يعني أن هذا كيتعتبر ذكاء وجودي اللي كتكون عنده قدرة على التأمل كذلك في المشكلات كالحياة والموت والأبدية، فممكن نقول بأنه كيتوفر على هذا الذكاء. وأفق البحث
كذلك ما زال مفتوحا، يعني ممكن اللي تعرف على شي ذكاء ممكن يستشر مع العالم غاردنر، ممكن يطلع باش يطلع على ذاك الذكاء اللي اكتشفه، على اساس ان كل ذكاء لا يعتبر كذلك الا اذا، ولكن باش يكون عندنا باش نتحدثوا على واحد الذكاء، مثلا نقول بان واحد الشخص راه كيتميز واحد الذكاء معين، راه ماشي كنحسموا كنوضعوا هذاك ديك السمه وديك الملكه كنوصفوا بها غير هكذاك، ضروري كيخص يكون عندنا مؤشرات ومعايير بيولوجيه من جهه سيكولوجيه ومنطقيه تشكل في مجموعها الاسس النظريه لنظريه الذكاءات المتعدده. اذا ضروري راه كاين مجموعه من المؤشرات والمعايير البيولوجيه والسيكولوجيه والمنطقيه. هنا يعني كنشوفوا بان مختلف الانظمه التربويه فقد دأبت على إيلاء الذكاء اللغوي والذكاء المنطقي الرياضي اهميه بالغه، وهذا هو الاشكال اللي طرحناه. شفنا بان في الانظمه التربويه كنا كنركزوا بالاساس غير على الذكاء اللغوي والمنطقي الرياضي، في حين أن المطلوب هو الاهتمام بمختلف الذكاءات. لماذا؟ نظرا لحاجة المجتمع إليها جميعا، ونظرا لأن بعض الأفراد لهم استعدادات في ذكاءات دون أخرى، وهذه أشرنا لها. لذا ينبغي احترام هذه الاستعدادات دون الإضرار بالتنوع والتكامل المطلوب لتشكيل شخصية متوازنة ومتكاملة. وغنتوقفوا للحظة، غنديروا فاصل ونواصل. نعم، اذا انا غنتوقف، ولكن غنحاول ننزل لكم واحد الاسئله، يعني بغينا نحاولوا نناقشوا شويه. انا غندير كوبي كولي لهذوك الاسئله اللي بغينا نحاولوا يعني نفتحوا باب النقاش. السؤال شنو خدات اذا عبد الحميد اوكري، قلتي شنو خدات الكفايه من هاد الذكاءات؟ نعم، اذا هنا راه نشوفوا من بعد، هنا راه كنتكلموا غير على المرجعي. نعم، هادشي بغينا مزيان. اذا هذاك السؤال ممكن حنايا نناقشوه، انا على حسب الراي ديالي فهادشي اللي ركزت عليه الكفايه. يعني كنقولوا ان ما بغيناش حنا نهملوا القدرات اللي كتكون المهارات عند الطفل هنا. ومادام كنقولوا بان كنامنوا بان الاطفال راه ليسوا متساوون في وتيره التعلم، وحتى في يعني استراتيجيه التعلم والوتيره ديالها، وحتى كذلك في التحصيل الدراسي. اذا هنا راه ما بغيناش كاين اللي كيكون عنده صعوبه، مثلا كيكون هو مثلا ضعيف في ماده الرياضيات، اذا هنا ما غنحاولوش نهملوا هذاك الطفل. الا ان يهملناه ما غاديش يقدر انه يعني يحدث ليه واحد التكيف مع وضعيه. دائما نحاولوا اننا نطوروا. راه حتى هذه المساله انا نحاول انني نشير ليها، ان غاردنر قال واحد المساله مهمه. اعتذر، ممكن لحظه. وين قال لكم واحد القوله، قال يعني ان غاردنر تكلم على هذا الاشكال هذا. اشنو قال؟ ليس هناك اي مبرر للاعتقاد بان الشخص الذي يبدو ضعيف الذكاء في لحظه ما لا يمكن ان يصبح متفوقا. اذا هذيك الفكره اننا نقولوا بان الطفل راه ما يمكنش انه يرجع متفوق، هذه خصنا نحيدوها من بالنا. بل ان ملاحظه قصور في ذكاء ما من شانه ان يدفع هذا الشخص كي يتصرف بحماس من اجل تطوير ذلك الذكاء. راه كاين اللي كيكون عنده غير واحد النقص شويه، ممكن انه يطوره بفعل يعني ممكن تدريب، وممكن انه يطور هذاك الذكاء. فهناك العديد من الاشخاص الذين عوضوا نواقصهم الظاهريه بالعمل الجاد، بل واحرزوا احيانا تفوقا في تلك المجالات. وهو راه عطى واحد المثال على نفسه هو نيت، فقد قال فانا دالتوني، إذا بمعنى يعني مصاب بعمى لوني يحول دون التمييز بين الأحمر والأخضر. ومع ذلك وعنده كذلك مشكل آخر اللي هي رؤية مجسدية ناقصة، وكيحتاج على إثرها لواحد العدسات قوية مقومة باش أنه يتمكن يشوف. هذا قال العالم اللي خرج الذكاء. ومع ذلك ماذا فعل؟ اختار أن يكرس أطروحته ديال الدكتوراه حول الفنون البصرية. شتو التحدي؟ حول الفنون البصرية، وقضى وقتا طويلا في كتابة عن العالم البصري. إذا ما غنطولش وغنفتح باب النقاش للإخوة، وكنشكركم على حسن الانتباه.